السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو كده سهل وبسيط كده وحاجة كده فاني كده على الاخر يعني. وقلت كده النهاردة اطلع كده ادردش معاكم في كلمتين وانا بعمل السندوتشات دول للولاد. انا تعبانة شوية، ادعولي ربنا يشفيني، الحمد لله على كل حال. فمش قادرة ان انا اعمل طبيخ يعني وكلام من ده، فقلت اما اعمل للعيال شوية سندوتشات بطاطس سوري كده، بس سوري اقتصادي يعني. حاجه كده ايه على قدنا. عايزه اقول لكم ان السندوتشات دي جميله جدا والولاد بيحبوها، وما اكذبش عليكم انا كمان بحبها يعني، وحلوه قوي بتشبع. فقلت ما اعمل لهم كده شويه سندوتشات بطاطس كده بالتوميه والكاتشب. التوميه دي انا عاملاها في البيت، انا عملتها على القناه في فيديو لوحده قبل كده. لو حابين تشوفوها خشوا على القناه وهتلاقوا الفيديو ايه بالتفصيل. طيب خلاص كده اللي انا بعمله شارح نفسه، مش هقول انا بعمل ايه، ولا انا عايزه اتكلم معاكم في كلمتين كده وتقولوا لي رايكم ايه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان في ناس بجد بجد يعني عندها فن في كسر الخواطر وفي طحن الخواطر كمان. عايزه اقول لكم ان يعني ما عندهمش اي ذره من حتة ان مثلا تقول الكلمة اللي انا بقولها دي ممكن تجرح اللي قدامي، ممكن تزعله، ممكن تنيمه معيط. يعني انا الكلمة اللي بتوجع توصل للانسان ان هو يعيط، ينام معيط بالليل وهو نايم كده على مخدته يعيط. طبعا ايا كانت بقى هي الكلمة دي من وجهة نظر اللي بيقولها سهلة وبسيطة وعادي، كلمة واتقالت وممكن يروح ينام وينسى ان هو قال ايه اصلا. بس طبعا بتبقى تأثيرها جامد جدا على الشخص التاني، وكمان بتعيشه كده في حزن وزعل، وممكن يطول معاه الموضوع يعني فوق ما انتوا تتخيلوا. طب انت بتقولي الكلام ده ليه يا امل دلوقتي؟ هقول لكم بقول الكلام ده ليه. طبعا انا المحتوى بتاعي طبخ، روتينات، يعني حاجات كده ايه اللي بعمله في اليوم بتاعي بقدمه معاكم. طبعا على يعني مش على قد ما انا بقدر بحجم الموضوع شوية، ما بحبش ان انا افتح حياتي زيادة عن اللزوم. فلما اطلع اعمل معاكم فيديو بغسل شوية مواعين وبدردش معاكم في كلمتين، فتطلع واحدة تقول لي هو غسيل المواعين دلوقتي بقى ليه فيديوهات، بيتعمل له فيديوهات. طب ليه يعني انت الكلمة اللي انت قلتها لي دي، هل ان الكلمة دي ريحتك؟ هل ان انت كده بقيتي مبسوطة لما قلتها لي؟ ليه ما تقوليش ربنا يعينك؟ ليه ما تقوليش ربنا يقويكي؟ اي كلمة تجبر الخاطر بدل ما تقولي كلمة وحشة، كلمة توجع، كلمة تزعل. طب ليه؟ كان في امكانك تقولي كلمة تانية حلوة وهتاخدي عليها اجر كبير، بدل ما خدتي كلمة على كلمة زي اللي انت قلتها ديت مثلا ذنب او وزر. انت كان في امكانك تاخدي حسنة من واحدة زي مثلا، وانا طالعة اقدم حاجة يعني ما فيش فيها اي حاجة تهيني او تزعل او تقل مني. ف... فليه يا جماعة؟ ليه بجد الناس بقت صعبة كده؟ وليه الناس بقت وحشة كده؟ وواحدة تانية تقول لي انتي بتتكلمي كتير قوي. طب يعني مش عاجبك المحتوى بتاعه ومش عاجبك القناة بتاعتي؟ في مليون الف قناة بتقدم اللي انا بعمله واكتر واحسن منه مليون مرة. بس في ناس بتحبني، في ناس بتحب تتفرج عليا وتحب ان هي تسمعني، فدولت ربنا يصلحها لهم يا رب ويجازوهم كل خير يا رب. عايزه اقول لكم ان في المحتوى اللي هايف هو ده اللي بيبقى ماشي اليومين دول. مثلا واحدة طالعة بتعمل اي حاجة ملهاش اي 30 لازمة، مشاهداتها عالية جدا. يعني انا ما بقرش على حد او انا مثلا ما بحسدش حد، بس انا بتكلم على المستوى اللي احنا وصلنا له. احنا دلوقتي عدنا بنشجع، بقينا بنشجع الحاجات الهايفة، الحاجات اللي ملهاش اي لازمة. فلما تلاقوا واحدة شقيانة وطالعة تعمل مثلا محتوى محترم من بيتها، يا ريت تشجعوها ويا ريت تقولوا لها كلمة تجبر الخاطر. لان جبر الخواطر ده يعني حاجة عظيمة جدا، حاجة حلوة قوي. يا ريت كلنا نكون لساننا حلو ونقول كلمة تجبر خاطر بعض، بلاش الكلام الجارح وبلاش الكلام اللي يزعل. وانا في الاول في الاخر بقدم محتوى، عجبك على راسي، ما عجبكيش برضو على راسي، بس يا ريت ما نجرحش بعض بالكلام.
وطبعا للناس اللي بتحبني بشكركم جدا، وربنا يا رب يجعلكم كده يا رب تاج على راسي دايما ونعمة في حياتي. وعايزة اقول لكم وجودكم والله مشرفني، ويا ريت تحط لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.